السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من شيف السعادة على اليوتيوب. النهاردة بقى معانا حلقة تحفة يا جماعة. امسحي بسرعة أي حاجة ووصفة عندك للسمان وشوفي الطريقة دي معايا بسرعة. طريقة بجد هتعتمديها في كل عمايلك للسمان، تحفة حرفيا. هتجربيها وهتدعيلي. طبعا الحتة ديت هي راحت مني ما اتصورتش، بس انا عايزه اقولك ان السمان انا تبلته ببصلايه بملح وفلفل ورشه قرفه ناعمه كده، وبدات ان انا ادعك بيها السمان. قبل ما اعمل الكلام ده السمان ما يتنضف كويس جدا، تمام. وتحاولي تقولي الفراغ ما يقطعوش، لان شايفه عامل عندي 2 قطعهم خالص الجلد بتاع الصدر، فما ينفعش يتحشى من الصدر. تمام. ويتغسل كويس بقى، ويتشال الحته اللي بتبقى تحت كده تحت رجليه، ويتنضف كويس قوي، ويتورق تحت الميه ويبقى زي الفل، ويتنقع في دقيق وليمون وشويه ملح صغيرين وطماطمايه قطايه كده صغيره، ويتنقع فيه ربع ساعه ويتشطف. والكبد والقوانص نفس الطريقه، مغسوله ومتنضفه كويس. يلا بقى نسمي الله ونشوف المقادير بتاعتنا. معايا صينيه انا بجيب فيها رز. الرز ده انا غسلاه كويس جدا وحطاه في مصفى لحد مثلا ما تصفى وبقى بصي يعني ناشف كانه لسه ما اتغسلش. كل حمامايه او سمان انا بعمله بياخد معايا حفان ايدي كده شويه رز. هما مثلا لو 8 انا بعملهم مثلا 6، بعمل حساب ان في 2 مكانهم الكبد والقوانص، فهمتي؟ وبعد كده بجيب البصلايه النيه، اعملي بس زي ما بقولك وهتدعيلي. بفرمها ناعم واحطها على الرز اللي انا غسلاه مع رشه قرفه ورشه ملح ورشه فلفل ورشه توابل لحم، وببدا ادعك الكلام ده كويس جدا مع بعضه. تمام. الخلطه دي بدعكها كويس جدا قوي مع بعضها. وبعد كده اجي الخطوه التانية، بجيب طاسه على النار بسخنها كويس مع حبه سمنه وحبه زيت، بس ضروري قوي ان السمنه بتاعتي تكون بلدي. تمام. وبعد كده اول ما بتسخن كويس جدا ابدا انزل معايا بالبصل. البصل بتاعي انا مقطعاه مكعبات كده صغيره، ابدا احطها واشوحها كويس. تمام. وبعد ما اشوحها ابدا ان انا اضيف الكبد والقوانص. ما بضيفش خالص توابل ناعمه في البدايه. توابل ناعمه في البدايه دي لا. تمام. انا ببدا اضيف التوابل الناعمه دي في النهايه خالص بعد ما احمر الرز بتاعي كويس. ليه؟ انا مش عايزه امرر التوابل بتاعتي، مش عايزه التوابل بتاعتي ريحتها تروح، مش عايزه الاكل بتاعي طعمه يتغير. انا عايزه كل حاجه كده يبقى الطعم فيها مظبوط وواضح معايا. فببدا في البدايه بس رشه الفلفل الاسود انا بحبها قوي في كل في كل شغل انا بعمله. يعني اي حاجه في البصلايه في البدايه، حتى لو بعمل طبيخ عادي باميه كوسه اي حاجه لازم بحط رشه فلفل اسود، بتظهر طعم البصل حلو قوي في التشويحه بتاعتك. واشوح كويس قوي، وبعد كده ابدا انزل بمكعبات المرق وانزل بالرز بتاعي. انا بقى لو حاسه ان انا عبالغ زي ما قلت لك في تحمير الرز، يبقى انا ما احطش التوابل الناعمه من الاول، احط الحصى بس اللي هو ورق اللورا، حبهان، لو في عود قرفه خشب. وابدا بقى بعد كده انزل انزل بالتوابل في النهايه. زي ما خلصت البصل وخلصت الكبد والقوانص شوحتهم كويس قوي، ببدا بقى انزل بالرز بتاعي الناشف كويس ما فيهوش ولا نقطه ميه، وابدا اشوح الكلام ده بتاعي كويس جدا. والرز ده احمره كويس قوي. لا انا بحب بصراحه، في ناس بتكتفي بلون فاتح للرز وتشويحه بس كده، لا انا بحب اوصل الرز لدرجه يبقى ذهبي فاتح كده، بحبه قوي كانه مكرمل كده. انا بحبه جدا الحركه دي ان انا اعملها، بحس ان هي بتنقل الرز بتاع الخلطه في طعم تاني خالص. تمام. فانا بنقلك طريقتي، وطبعا انت اكيد طريقتك زي الفل وطريقه مامتك زي الفل واختك زي الفل. انت حاولي بقى ان انت تجربي وتكرري انه طريقه انت ارتحتي فيها. تمام. ببدا بقى ما تستعجليش خالص في الخطوه دي، انا بشوحها براحتها خالص زي ما احنا شايفين. بصي على نار متوسطه كده، وكل شويه بقلب فيه. بس ضروري يا جماعه السمنه البلدي ما تستغنيش عليها خالص في الوصفه دي. تمام كده. التشويح معايا اهو. انا عايزاكي بس تعملي سيرش كده على اليوتيوب، على الفيس او على اليوتيوب او على جوجل، واسالي على فوائد السمان. انا مش عايزه اقول لك الفوائد بتاعته غير طبيعيه يا جماعه، اكتر من الحمام مليون مره. فاحنا بنحاول ان احنا ناكل ولادنا اكل مفيد وصحي قبل اي حاجه، مش وجبه وخلاص. وده غير ان هو اقل في السعر كتير من الحمام. تمام. يعني هو اقل في الحمام.
طيب انا بطلع يا جماعه الاوردرات بتاعه الحمام، الجوز بكام؟ اوردرات الحمام انا بطلعها الجوز ب 250 جنيه. حمام بيكون ما شاء الله حجم كبير جامبو، وبيكون محشي من جوه لحمه مفرومه وكبد وقوانص، وبيكون زي الفل ما شاء الله. شايفه الشكل بتاعه عامل ازاي؟ ابدا بقى ان انا اضيف هنا ايه؟ ورق اللورة، وابدا اضيف الحبهان بتاعي زي ما احنا شايفين اهو. الرز كده انا راضيه خالص على الدرجه دي. ابدا بقى ان انا عندي هنا غلاي في ميه مغليه عشان يوفر عليا الوقت طبعا، ويخلي الرز ايه ما يعجنش معايا ويفرفر على طول ويستوي ما ياخدش وقت. الميه المغليه ابدا اضيفها على الرز. لو انا بضيف مثلا كوبايتين على الرز، لا انا هضيف كوبايه واحده. انا محتاجه الرز بتاعي يكون 3/4 سوا. تمام كده. اقلبه بقى كويس، وبظبط ملحه وفلفله واظبط الدنيا خالص. واول ما بيغلي كويس ابدا اغطي بقى واوطي عليه واسيبه براحته لحد ما يستوي. انا بدوق الملح وبظبطه عشان يكون حدقه مظبوط معايا، ويخلي قلب السمنيه من جوه مظبوطه واخده طعم حلو قوي. انا في المرحله دي خلاص غلي كويس، اغطي بقى واسيبه لحد ما يستوي. بعد ما بيستوي معايا ضروري قوي ان انا ما احشهوش للسمان او الحمام سخن، لازم استنى عليه لحد ما يبرد، لان لو حشيته سخن هيطق معايا في الشوربه وانا بغليه. فضروري إن انا اول حاجه الاول بطلع اي حاجه ورق لورا او حبهان، اي حاجه حصى ببدا انقيها منه اهو واطلعها عشان اللي ياكلها ايه ما يدعيش علينا. ابدا بقى اطلع الرز الخلطه ده واسيبه يبرد خالص، وبعد كده احشي بيه السمان. انا النهارده كان عندي اوردرات طول النهار، كان عندي عروسه وعندي كحك وبسكوت وحاجات. بس بقى ايه، انا طالما نويت ان انا اعمل لكم سمان فيديو قلت لا لازم اعمل السمان الفيديو، مش هكسل ابدا. فحرفيا والله يعني انا عايزه بقى ايه الفيديو ده لايك حلو اللي يشوفه يا جماعه، وتعليق كده ما تستخسروش فيها التعليق الحلو، عشان انتوا ما تعرفوش انا تعبانه ازاي وانا واقفه بعمل الفيديو ده والله. ابدا بقى بجيب السمان بتاعي اللي انا حاشياه وركنته حوالي نص ساعه او ساعه في التلاجة براحتك خالص. احشي بطنه كويس واقفله برجليه من تحت، وبعد كده ابدا بقى ان انا احشيه من بطنه. عايزه تورقيه من تحت كده زي ما انا بحشيه تمام، عايزه تورقيه من عند الرقبه من فوق تمام زي ما تحبي. في ناس بتورقه من عند البطن، وفي ناس بتورقه من فوق بتخلي حشو من فوق، فبراحتك دي خالص. اهو انا حشيت اهو وركنت. ابدا بقى اجيب السمنه اللي بعد كده بحشي البطن بتاعها كويس تمام. بسيب مسافه، بس انا عارفه ان هي واخد 3/4 سوا، فبسيب مسافه عشان الربع السوا الباقي ده يبدا يكمل فيه. وابدا انا احشي كده برضو من فوق زي ما احنا شايفين. ايه الجمال والحلاوه دي والله العظيم يا جماعه، ريحته رهيبه وهو لسه ني، لانه متبل. مفيش بقى ريحه زفاره والكلام ده خالص، مش هتلاقيه نهائيا. شايفه بسم الله ما شاء الله. دي حمامه دي ولا عامله ولا سمنايه عامله نفسها حمامه؟ مش عارف. شايفه انا بحشي اهو، بحشي البطن وابدا احشي تاني الصدر بتاعها. شوفي ده انا مورقاها من فوق اهي. شايفه انا بوريك ان انت ممكن تحشيها من تحت، تورقيها من تحت او تورقيها من فوق. ما تحاوليش ان انت تكبسيها قوي، عشان لو كبستيها قوي الرز مش هيلاقي مكان يستوي فيه فهيطق منك. انا حشيته كله اهوت تمام. ابدا بقى معايا ميه على النار بتغلي، احط فيها ايه؟ احط فيها قوطه، واحط فيها بصل متقطع، واحط فيها قرفايه خشب، واحط فيها حبهان وورق لورا تمام. وبعد كده رشه فلفل ومكعب مرق لو فيه، واظبط الملح واظبط الدنيا بقى. وبعد كده امسك الحمام بتاعي دي انا بحب قوي اسلقه كده. لو عندي بقى ورقه الومنيوم اقفله بيه وادخله الفرن، ما عنديش خلاص يبقى على البوتاجاز عادي. انا ما بحبش بصراحه، بطلت من زمان خالص ان انا اسلقه في الحله، الا بقى لو مزنوق او ما في شغل والصواني كلها فيها شغل اوردرات وبتاع فببقى مضطره. لكن انا برتاح جدا بحط بقى ما يكون عندي كميه كبيره برصها كلها في الصاج لو عروسه ولا حاجه، وبعمل نفس البوكو جرنيه ده، وبدخلها بقى بغطيها بورق الومنيوم وادخلها الفرن نص ساعه بتكون استوى. هو ما خدش وقت خالص اول ما غلي. ضروري بقى عشان الحمام بتاعك او السمان اللي احنا عاملينه النهارده ما يطقش، ما تكبسهوش كتير، ما تخليش الرز فيه ني بزياده تمام. هو 3/4 سوا كويس خالص. ما تغطيش عليه الحله تمام. هو هيغلي، عايزه تحطي غطا بتحطيه موارب، لو حاسه ان هو ممكن الحاجه توقع على النار بتحطيه موارب كده عشان بحيث ان هو يطلع البخار بتاعه ما يكتمش جوه ويفرقع ايه السمان بتاعي. اول ما بيغلي بقى مثلا بعد ربع ساعه كده
ياخد ربع ساعه غليان، ابدا اوطي النار. انا بوريك المراحل بتاعته اهو، شايفه كله على ظهره، ما تحطيش حاجه على بطنها عشان ما تطقش منك، هو هيستوي كله. ابدا بقى شايفه شويه الشوربه بعد ما استوى بقى، اخد على النار حوالي نص ساعه كده، ساعه الا تلت. شويه شوربه يا جماعه على مزاجكم، شايفين التحفه. صفي بقى الكلام ده، لو بتحب البصل اشربيها، مش بتحب البصل صفيه. وبعد كده طلعته وصفيته وحمرته في شويه، انا ما دعكتش باللبن ولا حاجه على فكره، حمرته في شويه سمنه بلدي وزيت. تحفه. شايفه شويه الشوربه يعني في حته تانية خالص. وشايفه بقى التحمير وشايفه الجمال. عملنا شويه برايم بقى جنبيه، مش عايزه اقولك البرايم بتاعتي في حته تانية خالص، ريحه وشكل وطعم، حاجه كده يا جماعه يعني بسم الله ما شاء الله. تاكلي طبق الرز من غير اي حاجه معاه. بدات بقى ان انا عملته جنبيه اهو، ما عملتش اي حاجه تانية. وبدات اجيبه، عايزه اوريكي بقى ايه، افتح واحده كده قدامكم. خلينا نفتحه، دي ما شاء الله حلوه اكبر من دي، خلينا عشان هو بيكون فيها حجم صغير وحجم كبير، مش هيجيلك مقاس واحد يعني. شايفه الجمال، بسم الله ما شاء الله. شايفه مفلفل من جوه ازاي، مفلفل ولا معجن بقى ولا الكلام ده. شايفه لحم السمانه عامل ازاي، بصي دايب دوب يا جماعه، دايب، والريحه رهيبه 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 بجد. هتتعيلي على الوصفه القمر دي. شايفه معلقه الرز بقى مع حته السمان، مش عايزين حاجه تانية، وشويه شوربه. بجد فيديو هيعجبكم جدا. ما تنسينيش بقى في لايك حلو وشير واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، عشان ينزلك كل فيديوهاتي وكل جديد ان شاء الله. كنت معاكم شيف نجوى زيدان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.